السلام عليكم خوتي كوتش رزقي. خوتي بارك الله فيكم، سيرتو المدربين المبتدئين والناس اللي ما تخدمش فيزيو سيونس، جزاكم الله خير. كاين مدربين بزاف يخدموا يقول لك انا غالبا يباصي على لي جوار، يقول لهم انا نلعبوا سيستم جو. لا يا شيخ خويا، الطفل هذا روح للامور التقنيه، دروك كيتعلموا بالفوز الامور التقنيه كيفاش يطورها كيفاش يدير. دوك ما تعقد له التمرين تاعو، دروك هو يتجاهل كي نقول حنا يتجاهل المراحل النمو تاعو. هكا هذه هي. دروك كي تقول له كي تدخل ويلعب ما تديش امور تقنيه، يتعلم كيفاش الريسبسيون الباس تاعو، كيفاش يدريبل، كيفاش يبلاصي روحو في التيران، كيفاش يتعلم حاجه كي نقولوا حنا في المراحل تاعو العمريه. انا نقول لك صغير تولي تدير حاجه اخرى، تحب تدخل غير السيستم جو. لا يا شيخ خويا بارك الله فيك، يولي يجري مع البال وفراد. الامور التقنيه تعلموا كيفاش يبلاصي روحو، كيفاش يرسل صاحبه، كيفاش يستقبل. جزاكم الله خير، ركزونا على الحوايج هاد المره وربي يبارك فيكم ان شاء الله. كي نقولوا حنا دخلوا بالحاجه كي نقولوا تاكتيك دو جو. تاكتيك دو جو هو ما يعرفوش صغير في المراحل العمريه تاعو. تقولوا مثلا العب 4-4-2، العب 4-3-3، واش يعرف هو 4-3-3، يولي يجري في التيران وما على بالوش واش يدير. يا خويا المدرب جزاك الله خير، امشي تراتمون الطفل الصغير هذا وامانه في يديك. في الاخير واش نقولوا يا خويا المدرب، اشرح القليل ودرب الكثير بالامور التقنيه. مفهوم يا شيخ؟ وحنا ان شاء الله يكون الميساج وصل ان شاء الله، بارطاجيو ماكسيموم. السلام عليكم وحنا متواصلين ان شاء الله.